قصة بسيطة أختم بها المجلس. رجل كانت أمه منومة في مستشفى في العناية المركزة، ودخلت في غيبوبة، وكان يزورها في ساعات محددة. كما تعرفون العناية المركزة الزيارة فيها ساعة فقط وهو مفتوح. يقول ذهبت من بيتي في أيام صيف، وفي الطريق وقفت عند محطة بنزين لأتزود بالوقود، سيارتي ما فيها بنزين. يقول لاحظت كذا وإذا قطة صغيرة ومعها قطة صغيرة ومعها 3 من صغارها يتلهبون من العطش، وفي مكيف فوق يقطر ماء، فالقطة تفتح فمها تتلقى النقطة وتحطها في فم واحد من أولادها ثم ترجع يقول شفت المنظر. يقول نزلت واشتريت علبة ما هو صحة من ذيك الجوارين ام ريالين، واخذت سكين من عند الرجال وقطعتها واني اجي واني اعطيها. يقولوا اقبلت تشرب القطة وعيالها يشربون ومشيت. يقول طوالي على غرفة الانعاش عشان امي. وين امك؟ امي. وين الوالدة؟ يقول احسب انها ماتت. وين امك؟ امي. وين الوالدة؟ يقول احسب انها ماتت. قالوا هذه من فضل الله من قبل شوية الله رد لها عافيتها وخرجناها في مكان ثاني يعني اخف في سريرها. يقول رحت فرحت ما دريت انا. يقول جيت عند الوالدة واذا بها جالسة مثل ما اعرفها متعافية ما فيها اي مرض. تقول يا قربت السلام عليكم. الله يجزاك خير يا ولدي، الله يوفقك يا ولدي. قلت ايش يا امي؟ قالت القطة اللي اعطيتها الماء، القطة التي اسقيتها الماء هي وعيالها. تقول والله اني في غيبوبة واني اشوفك كأنني معك، وما ان اعطيتها الا اعطاني الله العافية. أجل أحسن في كل شيء.